وهكذا الموالد، بسبب المولد النبوي أو بمولد البدوي أو الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الفاطمة أو علي أو غيرهم من الناس، كله بدعة لا أصل، ولو فعله كثير من الناس اليوم، لأن البدع اليوم لا تحصى والمعاصي لا تحصى اليوم، وليس فعل الناس حجة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف الصالح. أما فعل الناس فيفعلون الخير والشر، وليس فعلهم للموالد حجة على شرعيتها، فأقوال الناس وأفعال الناس تعرض على الشريعة ولا يحتج بها على الشريعة، تعرض على ما قاله الله ورسوله، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد أجمع العلماء على أن هذه البدعة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد القرون المفضلة ثلاثة، وإنما أحدثها بعدهم الفاطميون الرافضة الذين حكموا مصر بلاد المغرب مدة من الزمان إلى القرن السادس، ثم أحدثها آخرون. هذا هو أصل هذه البدعة. فهل يرضى مؤمنون أن يكون سلفه في هذه البدعة الروافض؟ لا ينبغي لعاقل أن يرضى بهؤلاء السلف. نعم، الله المستعان. نعم. يزعم هؤلاء بأنهم يحبون الرسول فأتوا بالمولد، احتفلوا بالمولد وأتوا بالمدائح، فما حكم الاحتفال بالمولد حيث يزعمون بأنه حب للرسول؟ على القاعدة التي ذكرت لك. طيب، من أحب الرسول فليتبع سنته، من أحب الرسول فلا يبتدع في دينه ما ليس منه. ولنا ولغيرنا كتابات في هذا الموضوع وبيانات، والذي نسأل الله تعالى إياه أن يهدي إخواننا للصراط المستقيم. ويا سبحان الله، أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين الصحابة؟ أين الأئمة عن هذا؟ أجهلوها أم فرطوا فيها؟ لا يخلو الأمر من أحد أمرين: إما أنهم جاهلون بحق الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يقيموا احتفالا لمولده، أو أنهم مفرطون تذهب القرون الثلاثة كلها لا تعلم بهذه البدعة ونقول إنها مشروعة، إنها محبوبة إلى الله ورسوله، إنها نافعة لمن قام بها. هذا لا يمكن. ثم إنه يحدث في هذه الموالد من المنكرات العظيمة والغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم شيء كثير، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الاتباع. نسأل الله تعالى إيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، وإخلاصا لا شرك معه، واتباعا لا ابتداع معه. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو خير أم شر؟ خير. طيب، هذا الخير يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا. أنا لا أقنع منك الآن أن تقول لا، بل يجب أن تبالغ وأن تقول هذا مستحيل. مستحيل أن يخفى هذا الخير إن كان خيرا أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ونحن لم نعرف الإيمان والإسلام إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرف خيرا هو لم يعرفه؟ هذا مستحيل. الاحتفال بالمولد يعتبر بدعة، ولم يأتي حديث ولا آية في كتاب الله تبيح لنا أو تندبنا إلى الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، وإنما فعله بعض العبيديين، وقال بعضهم إنه فعله بعض ملوك الشام، لأن النصارى يحتفلون
بميلاد عيسى.